اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي 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 والله العظيم. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. هنا هنعمل صينيه بطاطس. طبعا انا كنت عاملاها معاكم اكتر من مره. ف اخوات جوزي كانوا عندي، فالصراحه جم مع يعني بظروفها، فأصرينا ان احنا نتغدى كلنا مع بعضينا. فقلت اعمل صينية بطاطس كده يعني سريعة. عندي بطاية بقى، كان يعني حد كده قريب حماتي، ربنا يشفيها يا رب ويعفى عنها، كان جايبها. فقلنا ايه نعملها ونعمل صينية بطاطس كده ونعمل رز وايه ونقضي اليوم كده مع بعضينا. كان يوم لذيذ قوي. اقسم بالله اقسم بالله لو حد يعني لو حد عنده اخوات زي اخوات جوزي كده، اقسم بالله يشيلهم في عينيه. اخوات وصحاب والله العظيم والله العظيم يعني. والله مش بقول كلام وخلاص، اقسم بالله صحاب واخوات وكل حاجة. ربنا يا رب يديمهم نعمة في حياتي وخليهم ليا وخلي لهم اولادهم، امين يا رب العالمين. هنا كنت عملت صينية البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. كنت متبلة البصل ونزلت بالطماطم ونزلت بمعلقة من السمنة البلدي. وهنا كنت تشويحة زي ما انا بحب اشوح البط. بصوا راس البطة كنت هرميها ورجعت في كلامي. حلوة حلوة متخصص يعني، خسارة تترمي. وكده كان البط بقى بيشوح، ما حطيت لوري وحبهان وجزر. وهنا كانت عمتي بتعمل رز. عمتي اللي عملت الرز النهاردة، اقسم بالله يعني طعمه جميل جدا. ربنا يا رب يخليها ودومهم نعمة في حياتي. أكيد يعني لو واحدة بتحب جوزها زي حالاتي كده فأكيد بتحب ريحته. وأنا أقسم بالله بحبهم أوي أوي أوي، وهم بيبادلوني نفس المشاعر. ربنا يا رب يخلينا لبعض وما يحرمنا من بعض أبدا، آمين يا رب العالمين. ربنا يا رب يدومهم نعمة في حياتي ويخليهم ليا وما يحرمني منهم، آمين يا رب. كده كان الأكل بتاعي استوى زي ما انتوا شايفين كده. وهنغرب بقى نتغدى، وبعد كده هروق بعد ما ضيوف حبايبي يمشوا هروق الريسبشن بتاعي. هنا بقى كنت نسيت احط برتقانة، فعمتي قالت لي قطعيها وحطيها كده في قلب الشوربة. فان شاء الله باذن الله نعوض لهم العزومة باحسن من كده باذنك انت يا رب، ويكون اكل اطعم واحلى من كده ان شاء الله. بس عشان جه بظروفها كده بسرعة بسرعة، فاضطرينا ان احنا نعمل اكل كده سريع. وهنا بقى قلت انضف يعني الريسبشن بعد ما حبايبه مشيوا، وننضف البيت كده ونروقه ونعطره وندي كده انوار هادية كده، والحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده قلت بقى نفض كده ونعدل كده الدنيا ونظبط الدنيا و نطفي الانوار. يعني بيبقى حاجة جميلة اوي لما تروقي وتطفي النور، بيديكي طاقة ايجابية انك انت تاخدي باور. بعد طبعا دوشة مع ابني، لو كل الناس بتتخانق مع ابني كده فربنا يهديهم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، واشوفوا وشكم بخير يا حبايبي. فكروا كده انك تحبوا اخوات زوجكم. اقسم بالله اقسم بالله لو بيحبوكوا زي ما هما بيحبوني كده يبقى نعمة في حياتكم. اشوفوا وشكم بخير يا حبايبي.